في إطار مدونة الأسرة الجديدة، بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج، نسبة كبيرة ما عجبتهمش هاد المدونة الجديدة، وقال لك اسيدي حنا مقاطعون كاع للزواج، ما غنتزوجوش كاع، غنديرو كاع بالنقص. لا معليش، سمحوا لي الاخوان، ماشي هذا هو الحل. الحل هو انك تبحث على الحل. ولا كاين اللي قال لك لا غنجيبها ما نعرف روسيا، غنجيبها ما نعرف منين، من جهه كحله ما عرفت منين. لا، المشكل مطروح، اذا خصك تقلب على الحل. والحل راه كاين الاخوان، انا غنطرح لكم الحل بعيدا عن السياسه وعن المشاكل السياسيه. الحل الاخوان راه كاين عند الجيران. الحل عندكم في الجزائر هو انكم ديروا شي حمله الاخوان، وطالبوا من فخامه الرئيس ديال الجزائر يفتح لكم الحدود وتزوجوا من الجزائر. الله ما تلقاو بحال الجزائريه. بزاف ديال الاخوه مغاربه مزوجين من الجزائر وزواجهم ناجح. مالها الجزائريه؟ الله يعمرها دار قريبه لكم، ما حداكم، منكم وفيكم، بعيد على المشاكل. ولا حقاش فاش يتعلق الموضوع بالزواج وداك الشيء راه كيختلف الوضع. بزاف ديال المغاربه مزوجين من الجزائر وزواجهم ناجح، ما كاين لا مشاكل لا صداع. خص عمي تبو الله يهديه يفتح لكم الحدود ودخل وتزوجها من الجزائر وجيبها جزائريه. والجزائريه حتى هي راه دايره بحال البصله، فين ما حطيتيها تنبت، حادقه، تهتم لك بالدار، تقابلك، تهلا فيك. ما غتلقاوش بحال هذا الحل هذا. اما انك تقول لي تبقى بلا زواج وكذا، غتجيبها في راسك اخويا الشاب. راه وزير العدل ما خاسر حتى شي حاجه، المسؤولين ما خاسرين والو، انت اللي خاسر في الاول والاخير. الحل هو انك تشوف كي دير، تجيبها من الجزائر، وراه ما غتلقاش بحال الجزائريه. الله يعمر لهم الدار والسلام.